بتاريخ 3 أغسطس صدر قرار السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين رقم 142 لسنة 26 ببدء التصفية الموسمية الثانية لسنة 26 لمدة شهر، ومنح كل محل 15 يوم أسبوعين. وعليه بدأت مديرية التموين بقيادة السيد الأستاذ زايد بلاسي مدير المديرية بمنح تصاريح للمحلات المختلفة لجميع الأنشطة. في الناس كانت تقدمت بطلبات واستخرجنا لحد النهاردة 356 تصريح ما بين قطاع عام وخاص واستثماري لأنشطة مختلفة، ملابس وأحذية وتحف وأنشطة مختلفة وإكسسوارات ومستحضرات تجميل. والتصريح ساري لمدة أسبوعين، وان شاء الله لو مع اقتراب موسم المدارس زي كل عام السيد الوزير بيمد الاوكازيون شهر تاني، واحنا على طول متواجدين في الشارع برضو لمتابعه الاوكازيون، وبننزل حملات رقابيه تتابع التصاريح والاوكازيون والمحلات والاسعار قبل وبعد، وتنبع المحلات اللي هي بتستخرج تصاريح ان يبقى في سعرين قبل وبعد، وبنتاكد من ده من خلال النزول بالحملات في الشارع. احنا طبعا الحملات مستمره على المحلات كلها، بنشوف الاسعار. اهم حاجه يبقى في اعلان واضح عن اسعار واعلان واضح عن الخصم، وبعدين بنتاكد من الفواتير برضو ان يكون التخفيض ده حقيقي مش وهمي. يعني ممكن انا بدخل دلوقتي اخد مثلا الشميز دوت على الجهاز يضرب لي الرقم دوت، اشوف ده فعلا اللي هيطلع مظبوط ولا لا. الشكاوي عندنا بنتلقاها في المديريه عن طريق التليفونات، عن طريق المواطن بيجي المنظومه الالكترونيه للشكاوي لمجلس الوزراء بيجي لنا وبنتعامل معاها وبكل جديه، يعني ما بنتهاونش مع اي حاجه بتجيلنا. يعني كل الاصناف عندنا داخله في التخفيضات. كنا الاول مش شغالين بتخفيضات لولا مبادره السيد الرئيس على طول، عندنا البدله عليها خصم، كله عليه خصم، والمواطن حريص برضك ان هو بيستنى فتره الاوكازيون عشان خاطر حضرتك عارفه الظروف اللي ماشيه بيها البلد اليومين دول، فاحنا بنساعد محدود الدخل ان هو يلاقي احتياجاته ونلبي طلباته. الاوكازيون بيجلب عميل بيعمل لنا عرض، بيعمل لنا دعايه، دي حاجه بتخلينا في الفتره اللي فيها الاوكازيون بيبقى حركه العملاء بشكل اكبر، بيبقى فيها حركه سريعه وفي عملاء وفي تردد كبير. احنا بنلاحظها حتى من حركه العملاء، بنلاقي في فتره الاوكازيون عدد اكبر بيتردد الينا. الجوده والخامه دي طبعا بترجع المواطن بيبقى عارف البراند اللي بيشتري منه او المحل اللي بيشتري منه. تاني حاجه احنا كرقابه بنتاكد من مصدر السلعه واللي ليها فاتوره ان الحاجه دي جايه من فين ومصدرها ايه. ده دور رقابي برضو معانا، ان احنا بننزل على المحلات للسلع المختلفه، بنتاكد ان الحاجه دي ليها مصدر موجود وموثوق منه، عشان المواطن لما ينزل يبقى مطمن يشتري الحاجه من مكان موثوق منه. شروط علشان المحل يدخل في الاوكازيون ايه يا فندم؟ الشروط ان هو بيتقدم بطلب عن طريق احد مندوبي المكان بعدد الفروع اللي موجوده عنده، وبيقدم طلب بدون رسوم، وبيجيب السجل التجاري ساري ومثبت فيه الفرع بالعنوان تابع لمحافظه الجيزه وبطاقه ضريبيه، وبيتم مراجعه المستندات وعمل التصريح في اقل من 10 دقائق. يعني في نفس اليوم بيستلم التصريح بالمده اللي هي مده اسبوعين. احنا لحد دلوقتي عاملين تقريبا 20 محضر تقريبا، ومستمر الحملات على العامل التخفيضات، وعلى اللي مش عامل برضو بنتابع. لازم الاسعار يكون في اعلان واضح عن الاسعار عشان ما يبقاش في اي شبهه تلاعب مع المواطن. المواطن مثلا بيجي المحل اللي بيلاقي عنده تخفيضات بيتاكد ان السلعه ليها سعر قبل وبعد، وهو نفسه لو متعامل مع المكان ده هيبقى متاكد ان هو الحاجه دي كان شايف سعرها كذا والنهارده بقت كذا. فهي فتره كويسه لان احنا داخلين على موسم مدارس، ففتره فعلا كويسه ان المواطن ينزل يشتري مستلزمات المدارس. لان عندنا مشاركين بادوات مدرسيه، محلات بزي مدرسي وملابس واحذيه ومصنوعات جلديه. عندنا جميع الانشطه مشتركه في الاوكازيون الصيفي.
المكتبة بتهتم جدا بالمتفوقين، وخاصة في الثانوية العامة لأنها سنة فارقة في حياة كل طالب. فإحنا من المكتبة اهتمت جدا إن هي تشوف الناس المتفوقة من أعضاء المكتبة ونعمل لهم يعني احتفالية وتكريم، بحيث إن إحنا بنقول لهم إحنا كمكتبة فرحانين بيكم، فرحانين بتفوقكم. وخصوصا كمان إن المكتبة ساهمت في التفوق ده بالكتب اللي بتتيحها للطلاب والأوقات اللي بييجوا يذاكروا هنا فيها. فكان مهم جدا إن إحنا نحسسهم قد إيه إحنا فرحانين بتفوقهم، وإن ده شرف لينا، وإن هم كونهم بينتموا لمكتبة مصر العامة ده إضافة لينا. وده إن شاء الله يبقى تقليد كمان نعمله كل سنة بإذن الله. عدد المتفوقين اللي خرجوا من مكتبة مصر العامة في الحقيقة لسه بنعمل لهم حصر دلوقتي. المتقدمين ما شاء الله كتير، لكن احنا بنفلترهم لان طبعا في ناس قدمت من محافظات تانية. احنا حاليا مركزين على القاهرة والجيزة اللي ليها فروع علينا، لكن الحمد لله يعني احنا كمان حتى في الإعدادية كان في متفوقين كتير طالعين من أعضاء المكتبة. فإن شاء الله برضو الحصر يبقى فيه مجموعة كويسة. بالنسبة للشروط يا فندم، هل لازم يكون عضو في مكتبة مصر العامة؟ الشرط ان هو يبقى عضو عامل في مكتبة مصر العامة، بحيث ان احنا يعني معاه كارنيه، فاحنا بنكرم ابناء المكتبة ان شاء الله. الشروط بالنسبة بقى للتفوق يعني المجموع بيبقى قد ايه يا فندم؟ اللي فوق 90% ده ممتاز. يعني هي اللي اكتر من 90% ان شاء الله هيكرم، وان شاء الله يبقوا كتير باذن الله. عايزين الهدف من هذا التكريم يا فندم على المدى البعيد، يعني ده تكريم يعني ده بيرفع معنويات الطلبه اللي هيتكرموا، لكن على المدى البعيد يا فندم ايه الرساله والهدف من هذا التكريم؟ والله احنا بنحاول يعني نوصل رسالة للطالب ان انت برضو تفوقك ده بيخليك انت في بؤرة الضوء، وان ممكن مؤسسات كبيرة زي المكتبة شايفة تفوقك، فرحانة بان انت متفوق، بتكرمك. واحنا كمان هنعمل لهم لوحة شرف وهنحط اسمائهم في المكتبة، بحيث ان هو يبقى فخور بتفوقه، ودي اقل حاجة ممكن نقدمها. هل يا فندم القراءة وخصوصا مع المتفوقين مش بتعارض مع المذاكرة؟ بالعكس بتنمي الثقافة وبتنمي فكرهم أكتر، بحيث إن هم يقدروا يستوعبوا الامتحانات ويقدروا يكون عندهم قدرة على مواجهة العالم الجديد اللي هو العالم الجامعي؟ طبعا دلوقتي التفوق ما بقاش يعني دايما حتى الامتحانات بتقيس الفهم والإدراك. الثقافة والقراية عامة بتساعد على الفهم والإدراك، فبالتالي المتفوق مش بيتفوق إلا لما يكون هو اوريدي مثقف وقارئ عام، لأن ده بيخليه يختار الإجابة الصح ويبقى قادر يعني يوظف المذاكرة بتاعته خرج مستخلص منها إيه. فالقراية شيء مهم جدا لأنه بيساعد الطالب. مفيش متفوق على فكرة مش مثقف، هتلاقيهم هم كلهم حريصين على انهم يقروا في معارف، وده اللي بيكبر مداركهم.